السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم مستشار أحمد عبد الماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد عن أئمة الضلال. في حياتنا أئمة ضلال كثر. هؤلاء الأئمة يضلون عن سبيل الله، وهؤلاء الأئمة هم المشركون الأصليون في هذا الدين. ويؤسفني أنه كثير جدا أو الغالبية العظمى من الإخوة المسلمين لا تقرأ ولا في الإسلام ولا تتدبر القرآن، فبالتالي مآلهم إلى الضياع. يعني قد تعلم أنت اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو لكنك لا تريد أن تتعلم كتاب ربك الذي قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبهذا تنجرف في تيارات العمائم التي تدفعك إلى الإشراك بالله دون أن تدري. يعني مثلا لما نقول أنه القرآن، السنة تنسخ القرآن، الروايات تنسخ الآيات وتطمس أحكامها، يعني ألغي حكم الآية القرآنية بحديث نبوي. ده إيه؟ ده شرك بالله. ده إيه؟ كفر بما أنزل الله. ده إيه؟ أنت شايفه حلو وجميل لأنك أنت لا بتقرأ ولا بتكتب ولا بتتدبر، فبالتالي ربنا ما بيهدكش، لا يهديك الله. ليه؟ لأنك بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تقوم تسيبه وتروح للبخاري ومسلم وتنسخ بأحاديثهما وتطمس كتاب الله، تبقى مشرك. بس هذه كل الحكاية، مهما كبرت عمامتك، حتى لو بلغت ما بين المشرق والمغرب. ادي كل الموضوع. وبعدين لما تبدل بقى كلام الله، وده بيحصل برضه. ما هو ربنا لما قال لا إكراه في الدين، قالوا هم: من بدل دينه فاقتلوه. ما تسيبه يكفر، ما تسيبه يروح أي حتة، مش مهم عندي، هقتله ليه؟ لما يبقى يقاتلني أبقى قاتله. لكن واحد طواعية وبدأ يعبد بوذا مثلا، يعبد بوذا، ايه من بدل دينه فاقتلوه؟ علشان يخالف القرآن اللي نزل في قول المولى عز وجل: لا إكراه في الدين، عشان يخالف قول المولى عز وجل: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني إذا بيدفعك للضلال ويقول لك تؤمن يجب أن تؤمن بهذا الضلال اللي هو إيه؟ يقول لك: اجتمعت كلمة الأئمة الأربعة على قتل المرتد. يا حلاوة. أو تلاقي الشيخ الشعراوي بيقول لك إنه المرتد يقتل. يا حلاوة. أو يقول لك المذيع بيسأله راجل واحد بيصوم ولا بيصليش، قال له: استنى، لو كان منكر للصلاة يبقى كافر ولا شوية هنا ماشي، ولو كان متكاسلا يستتاب 3 أيام ثم يقتل. قال كده وعمل كده، ثم يقتل. يا سلام. هو ده الدين؟ هو ده الدين أصلا؟ ولا ده الدين اللي مصنوع عند إبليس؟ ما هو مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون قال لا إكراه في الدين بوحي سماوي، ويكون قال بوحي سماوي: من بدل دينه فاقتلوه. واحدة منهم وحي سماوي، إنما عشان أنت حضرتك لا تتدبر القرآن بتحفظ الحديث ويبقى سكر بالنسبة لك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ده الوحي السماوي. يوم يجي الشيخ
ابو عمه كبيره قوي ولحيه كبيره كده، يقول لك النساء ناقصات عقل ودين، ووارده في البخاري. يوم يضيعك ليه؟ معتقداتك كلها باظت من هؤلاء المشايخ، معتقداتك كلها اصبحت مهترئه ومتآخيه مع ابليس بواسطه هؤلاء المشايخ. ومش كده وبس، وبرضه عايز اقول لك انه بينسخ الايه ويطمسها بروايه. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ كتب عليكم، كتب عليكم يعني فرض عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني الكلام ده انك تترك الوصية دي حقا على المتقين. يقوم يقول لك هو برضه في وحي بتاعه بيقول لك ده وحي سماوي، وحي سماوي يخالف القرآن دايما، وقال لك ايه؟ لا وصية لا وارث. طب ده ربنا كل آيات المواريث، كل آيات المواريث قال في نهايتها من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. كل آيات المواريث. إنما لازم يعدل على القرآن، لازم. يبقى احنا في مصيبة كبيرة وأصبحنا كلنا أو أغلبنا مشركين. اقرأ سورة يوسف، سورة يوسف ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اقرأ آخر صفحة في سورة يوسف. طبعا مش حافظ أنا رقم الآية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى أنت وغيرك 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 نادر فينا اللي نلاقي واحد مؤمن من كتر إيه؟ من كتر الحقن بمخالفة القرآن، على الحقن في إدخال تعديلات على القرآن. تقول لي أصل السنة بتنسخ القرآن. سنة إيه دي اللي بتنسخ القرآن؟ بقى هو ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تقول له أنت لا ده السنة هي اللي تهدي للتي هي أقوم وتنسخ وتطمس الآية علشان خاطر تعلي من قيمة وأمر وحكم الرواية. ده شرك بالله يا حضرات، يا فضيلة الشيخ، ده شرك بالله يا فضيلة الشيخ. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يا فضيلة الشيخ ربنا بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. مش لسه هتعدل على ربنا انت؟ يا فضيلة الشيخ فوق لنفسك شوية. ادي كل الحكاية. انت بقى شايف ان اللي انت فيه ده صح، خليه ليك. محدش قال لك حاجة، ما هو ربنا قال لنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انما ما تنشروش في وسط الناس وتعتبر نفسك مصلح. ما تقوليش انه في حاجة اسمها ائمة 4 يتحكموا في ديننا النهاردة. الائمة ال4 اللي بيقولوا انه لا يجبر الزوج على شراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة، كفن ما يجيبلهاش. الائمة ال4 اللي بيقولوا انه ليس على الزوج اجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجته المريضة. تطوعوا ازاي ده اصلا؟ الامام ده اللي بيقول الكلام ده امام بيقول ما فيش، ما تعالجش مراتك لو عيد. امال العلاج على مين؟ على ابوها او على خالها او عمها، انما مش عليك. ويقول لك ليس على الزوج ان يطعم زوجته الفاكهة ولا الحلوى. ايوه طبعا انتوا مش مصدقين. افتحوا كتب الفقه على المذاهب ال4 وانتوا تشوفوا البلاوي السوداء. انما مش دريانين انتوا. وتقول الائمه وانت هتفهم اكتر من الائمه. انا ده انا افهم اكتر من 7000 امام من مضروبين في 4. ايه ده؟ ايه ده؟ ولا ان حمل المراه يستقر، يمكن ان يستقر حمل المراه لجنينها يمكن ان يستقر في بطنها لمده 5 سنوات عند الامام مالك، و4 سنوات عند الامام الشافعي واحمد بن حنبل، و2 عند الامام ابو حنيفه. ايه الهم ده؟ ايه الهم ده؟ ما تفوقوا بقى شويه وتصححوا هذا الكلام. انتم فوقها بتوعنا بقى.
اتكلم دلوقتي بقى على الفقهاء بتوعنا احنا بقى اللي عايشين معانا، اللي بيروجوا لهذا الهطل. القانون 103 لسنة 61 قلتها 3000 مرة، أناط لهم ضرورة تنقية التراث من الفضول والشوائب. القانون عندنا وأنا رجل قانون بيقول إن التراث بتاعنا فيه فضول وشوائب. ليه ما بتزلوهاش؟ هل تعبدون السلف من دون الله وتقولوا عليهم سلف صالح؟ سلف صالح ايه؟ هو في طلاح مش صلاح، طلاح أسوأ من هذا. يبقى إذن أنا لما أتكلم كل الناس اللي بتعبد السلف من دون الله تخرس، لأن أنا أكلمكم بكتاب الله. ما تقوليش إن الفتوحات الإسلامية دي حاجة عظيمة جدا. ليه؟ لأن ربنا قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. خدت بالك من الذين يقاتلونكم دي بقى؟ هي دي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا. خدت بالك من ولا تعتادوا دي؟ إن الله لا يحب المعتدين. خدت بالك من لا يحب المعتدين دي؟ ما تروحش بقى يا سيد عمر بن الخطاب أو يا سيد أبو بكر تعد الجيوش وتسلح الجيوش عشان يغزو الناس من العراق شرقا إلى أسبانيا غربا. غلط. يعني هتقول لي إن أبو بكر وعمر وعثمان غلط. وخلي بالك أنا مش شيعي كمان، لست سنيا ولا شيعيا، أنا مسلما. وربنا سبحانه وتعالى جعل إمام المسلمين هو سيدنا إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل. ما فيش حاجة اسمها شيعي وسني. واعتصموا بحبل الله. ايه هو حبل الله؟ حبل الله يا حضرات هو القرآن الكريم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حضراتكم بقى عايزين تتفرقوا، وده يكفر ده، الشيعي يكفر السني والسنة يكفر الشيعي ويكفر الصوفي ويكفر كذا ويكفر كذا، براحتكم. ربنا بيقول لك واعتصموا بحبل الله، هو حبل واحد فقط. ما فيش بقى فيها يعني آراء وأفكار من خارج المنظومة القرآنية. من المشكلة إن الأفكار من خارج المنظومة القرآنية. المشكلة إنكم بتتصوروا إن الأحاديث النبوية جاية من عند من لا ينطق عن الهوى. لا، جاية من عند من ينطق عن الهوى. أما الذي لا ينطق عن الهوى فهو الرسول في شأن الرسالة فقط. أما النبي يمكن أن ينطق عن الهوى ويمكن أن يذنب، وبيذنب كثيرا. مش ربنا بيقول له إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما؟ مش ربنا اللي قال له كده؟ يبقى كان عنده ذنوب بيعملها وذنوب هيعملها. مش ربنا اللي كان بيلومه ويقول له وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ده مين؟ ده ربنا بيقول للنبي كده. مش ربنا سبحانه وتعالى يعني نصح النبي وقال له يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين؟ مش قال له كده؟ اتق الله ولا تطع قال له كده اتق الله. يبقى كان بيعمل ايه ساعتها؟ كان بيحاول يعني يميلوا للإسلام، فيعني بيهادنهم شوية. قال له لا اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى إذن احنا لازم نتدبر القرآن قبل ما نقول الإمام أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا الإمام البخاري ولا الإمام مسلم ولا الإمام مش عارف مين. دول أصلا لم يتدبروا القرآن. كل الأئمة دي لو كانت تدبرت القرآن ما كانش الإمام أبو حنيفة قال يرفع الحد عن المرأة المستأجرة للزنا. الحد عن إيه؟ عن المرأة المستأجرة للزنا. اتقوا الله شوية وقولوا بقى ان انا مسر جدل.
شكرا جزيلا.